أهلا بيكم يا حلوين، أنا اسمي رحاب. ولو دي أول مرة تشوفوني ياريت تعملولي اشتراك ولايك علشان يوصل لكم كل وصفاتي السهلة واللذيذة. والنهاردة بقى عندنا وصفة تراثية جميلة هتفكركم بأيام زمان. النهاردة هنعمل أكلة شعبية تراثية، أكلة كلنا كبرنا عليها وليها طعم مختلف كده مفيش زيه. هنعمل البصارة. أيوة بجد هنعمل النهاردة أحلى بصارة بالطريقة القديمة، طريقة زمان، طريقة جدودنا اللي أول ما ريحتها بتطلع في البيت بتحس إنك رجعت سنين لورا. البصارة دي مش مجرد أكلة وخلاص، دي حكاية وذكريات ولمة حوالين الطبلية، وأيام كانت بسيطة بس مليانة راحة. وأكتر حاجة كانت مميزة فيها إننا كنا بنعمل منها ونوزع على الجيران. معرفش ليه بصراحة، بس ده كان جزء أساسي من طقوسها، وكأنها أكلة معمولة عشان نتشارك بيها، مش تتاكل لوحدك. النهاردة بقى هنرجع الإحساس ده تاني، وهنعملها سوا خطوة بخطوة بطريقة مظبوطة تخلي طعمها يطلع زي زمان بالظبط. أهم مكون عندنا النهاردة في البصارة هو الفول المقشر أو المدشوش. هنجيبه ونغسله كويس جدا، مش مرة ولا اتنين، لأ كذا مرة، لحد ما المية تبقى صافية خالص ونضمن إننا شلنا المادة البيضاء اللي فيها علشان ما تأثرش على طعمه. تاني أهم حاجة الخضرة. هنجيب شوية حلوين من الكزبرة والبقدونس والشبت، يعني رابطة من كل حاجة، وهنغسلهم كويس جدا عشان يبقوا نضاف تماما، وهنقطعهم بالشكل ده. هنجيب حلة على النار وفيها مية بتغلي كويس جدا، لازم تكون سخنة وبتغلي فعلا مش دافية، ونبدأ ننزل بالمكونات. هننزل بالفول الأول، هنقطع بصلاية ومعاها 4 أو 5 فصوص توم صحاح أو مهروسين حسب ما تحبي، وبعدين هنضيف شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة، وبعد كده هننزل بالخضرة. أنا بحط نص كمية الخضرة بس في الأول، وبسيب النص التاني بحطه قبل ما تستوي بحوالي 10 دقايق، علشان الخضرة لما بتقعد وقت طويل على النار لونها بيغمق، واحنا عايزين البصارة لونها يبقى أخضر فاتح كده، وده سر بسيط بس بيفرق جدا في الشكل النهائي. وبعدين هزود 1 قرن فلفل، وآخر حاجة هضيفها مكعب مرقة، واسيبها تستوي على نار متوسطة مع التقليب كل شوية علشان ما تلزقش من تحت. ولو حسيتي ان المية بدأت تقل زودي شوية مية سخنة. شايفين بقى الفول بدأ يستوي قد ايه؟ والمية كانت بدأت تقل شوية، فزودت لها كوباية من المية السخنة. بالشكل ده كده الفول خلاص استوى تماما، ولو جربتي تهرسيه بالمعلقة هتلاقيها بتتهرس بكل سهولة. دلوقتي بقى هننزل بالنص التاني من الخضرة اللي كنا سبناها على جنب، وده زي ما قلنا علشان نحافظ على اللون الأخضر الفاتح. هنقلبهم مع بعض وهنسيبهم حوالي 10 دقايق بالظبط على النار علشان ياخدوا غلوة خفيفة بس من غير ما اللون يغمق. وبعد كده هنطفي النار ونسيبها تهدى شوية، وفي الوقت ده نحضر البصلة. دلوقتي بقى هنجهز التقلية اللي بتدي للبصارة طعمها المميز. هنجيب 3 بصلات كبار وهنقطعهم جوليان أو شرايح رفيعة متساوية، هنحطهم في الزيت، والأهم إن الزيت يكون نضيف لأننا هنستخدمه كمان بعد كده، وهنضيفه على البصارة. وهنبدأ نحمر البصلة مع التقليب المستمر، ودي خطوة مهمة عشان البصلة ما تتحرقش وتطلع كلها بلون موحد. وخلي بالك النقطة دي مهمة جدا، ما توطيش النار قوي لأن لو النار هادية البصلة هتطلع طرية ومش هتبقى مقرمشة زي ما احنا عاوزين. احنا عايزينها دهبي مقرمش وطعمها حلو. وأول ما يوصل للون المظبوط هنطلعها على طول علشان ما يغمق زيادة عن اللزوم. بصوا بقى الفول استوى خالص ازاي. هبدأ بقى اضربه بالهاند بلندر، ولو مش متوفر عندك سيبيها تبرد خالص وبعد كده اضربيها في الخلاط. بصوا اللون، شايفين الخضرة لونها فاتح وحلو ازاي مش غامق خالص، وده بسبب التكنيك اللي قلنا عليه في الأول. لو حطيتي الخضرة كلها في الأول مش هتوصلي للون ده ولا للريحة دي، ريحة الخضرة الطازة الجميلة. علشان كده دايما بنحط نصه في الأول ونص قبل ما تستوي ب10 دقايق. بعد ما ضربناها كويس نبدأ نظبط التوابل بتاعتها. هنضيف كيس من المرقة الفورية ومعها شوية كمون وشوية كزبرة ناشفة وشوية شطة حسب الرغبة وفلفل اسود والملح، وهنقلب كل ده مع بعض كويس جدا. وبعد كده هننزل بنص كمية البصلة اللي حمرناها ومعها شوية من الزيت بتاعها، وهنقلبهم مع بعض.
وهنا بقى هتبتدي الريحة تطلع بشكل يجنن، ونبدأ بقى نغرف البصارة بتاعتنا. شايفين القوام مظبوط ازاي؟ ما شاء الله. خلي بالك كل ما البصارة بتهدى وتبرد شوية بتتقل أكتر، فلو هتقدميها استني عليها تهدى سنة بسيطة، وبعدين هنحط باقي البصل المحمر على الوش علشان يفضل مقرمش وما يطريش منك، وبكده نبقى عملنا أحلى بصارة بطعم وريحة زمان. أكل زمان عمره ما بيغيب، واحنا دايما هنرجعه بطريقتنا. جربوا البصارة دي وارجعوا لأيام زمان بكل تفاصيلها الحلوة. ولو عجبتكم الوصفة ما تنسوش اللايك والشير علشان نكمل مع بعض وصفاتنا الجميلة. باي باي.